كارثة كبيرة بيقع فيها العديد من الأمهات والآباء، وهو ترك الأطفال أمام التلفزيون لفترات طويلة، سواء كانوا بيتفرجوا على الكرتون أو برامج أطفال أو أي حاجة تانية، وده كارثة كبيرة لأن الشاشات والتلفزيونات والإلكترونيات واليوتيوب إلى آخره من أجهزة إلكترونية بيزود فرط الحركة، بيزود تشتت الانتباه، بيقلل الحصيلة اللغوية عند الطفل، بيجيب للطفل مشاكل كتير في اللغة، مشاكل كتير في الإدراك، مشاكل كتير في المهارات الاجتماعية، بيزود السلوكيات السلبية عند الطفل، بيقلل السلوكيات الإيجابية عنده. فمشاهدة التلفزيون واللعب بالتليفون إلى آخره من الإلكترونيات بيسبب للطفل العديد والعديد من المشاكل الأكاديمية والتعليمية واللغوية والسلوكية، وبتعلم الطفل العزلة، وبتقلل من مهاراته الاجتماعية، وإدمانه للشاشات بيخليه عرضة للأمراض النفسية، وهتزود عنده السلوكيات السلبية. كل اللي فات ده هيأثر بالسلب على كل مراحل النمو عند الطفل، سواء نمو معرفي، نمو لغوي، نمو اجتماعي، نمو نفسي، نمو انفعالي. كل مراحل النمو وكل أجزاء النمو هتتأثر سلبا بالإلكترونيات. طيب احنا جايين لك بالحل وبنقول لك ايه البديل؟ البديل ببساطة انك هتقلل وقت مشاهدة التلفزيون، وقت اللعب بالألعاب الإلكترونية، وقت اليوتيوب، وقت الموبايل، وهتبدله بالألعاب الرياضية المختلفة، سباحة، كاراتيه، كونج فو، كرة قدم، أي رياضة الطفل حاببها. تاني حاجة إن أجيب للطفل قصص كتير من المكتبة، فيها صور كتير وفيها رسومات كتير، أو أنزل صور من على النت وأطبعها له فيها قصص كتير ورسومات كتير، وأبدأ أحكي له القصص دي وأناقشه فيها وأتحدث معاه حوالين الأهداف المستفادة من القصص دي، أو على الأقل نمثل مع بعض أحداث القصص دي. وممكن برضو أجيب للطفل ألعاب تنمية مهارات، زي الألعاب اللي فيها قص ولزق، أي حاجة بيقصها، أي حاجة بيلزقها، أي حاجة بيفكها، أي حاجة بيركبها. أجيب للطفل طين صلصال وأخليه يعمل منه أشكال ورسومات كتير. أجيب للطفل عجينة أو مكعبات أخليه يعمل منها أشكال كتير. كل دي ألعاب تبقى بديلة للتلفزيون. وكمان أشاركه اللعب بتاعه، أشاركه الألعاب بتاعته، أشاركه اهتماماته ومهاراته، وبكده هقدر أقضي على إدمان التلفزيون أو إدمان الإلكترونيات. المهم إن يبقى وقت الطفل كله مليان على مدار اليوم، بحيث ما يبقاش عنده وقت يبص على التلفزيون أو يلعب بالموبايل أو يندمج مع لعبة إلكترونية. وسلام.